تعليق تاريخي من كابتن محمد أبو تريكة على بيان الاتحاد الفلسطيني لوسام أبو علي ضد النادي الأهلي، حيث قال تريكة تصريح قوي جدا وتعليق مهم جدا جدا. بس أتمنى كل اللي بيسمع الفيديو واللي هيسمع كلام تريكة وتصريحه يعمل اللايك، دعم تصريح تريكة باللايك عشان يوصل للوطن العربي كله. حيث قال تريكة: مع كامل احترامي لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، والسيد كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، يبني الأهلي نادي ذو سيادة ما فيش حد ليه وصاية عليه، والبيان ده بيان مراهق في عدم تقدير لقيمة واستقلالية الأهلي، اللي أول طلبه من وسام إنه يطلع جواز سفر اللي خلاه يلعب أول ماتش لمنتخب بلاده بعد ما انضم للأهلي، ولولا موقف الأهلي كان زمانه بيلعب لصالح منتخب الدنمارك حاليا. وأكمل تريكة: قبل ما وسام أبو علي يمضي للأهلي، النادي الأهلي قال له لازم تطلع جواز سفر فلسطيني علشان نسجلك كلاعب محلي. ساعتها الاتحاد الفلسطيني ما كانش يعرف ان في لاعب اصلا اسمه وسام أبو علي، وانضم لمنتخب فلسطين لأول مرة بعد ما راح الأهلي ب5 شهور.